ايه قصة بقى ايه تعيش حياتك بحيث في بيرما؟ الحقيقة علم النفس، علم النفس عموما كان موجود، وليه ثلاث اهداف رئيسية: علاج الامراض والاضطرابات، والفكرة الثانية ان انا بحاول احسن الانسان واوصل بيه لدرجة من السعادة والرضا عن الحياة. الحاجة الثالثة تطوير والتنمية وتنمية المهارات واكتشاف نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف. فدول اللي كانوا الثلاث حاجات الأساسية اللي علم النفس اتوجد عشانهم. لما كان في حروب بقى، الحرب العالميه الاولى والثانيه والحروب الكتيره اللي كانت بتحصل، فبدا الفوكس والتركيز بتاع علم النفس ينصب على علاج الناس من الامراض والاضطرابات اللي هم حصلت لهم بعد الحرب. فجي في فتره من الفترات كده عالم اسمه مارتن سليجمان، ومارتن سليجمان ده يعتبر الجاد فاذر او الاب الروحي بتاع علم النفس الايجابي، او من مؤسسي علم النفس الايجابي في سنه 1998. بدا يشوف ان علم النفس التقليدي اهمل حته الاصحاء، الناس العاديه اللي زيي وزي حضراتكم. الحمد لله ما عندناش امراض عقليه ولا اضطرابات، بس عندنا شويه تحديات بنقابلها في الحياه، ولكن ما معناش ادوات او معناش تولز نقدر نستخدمها عشان نتجاوز او نعدي التحديات دي. فمن ضمن النظريات الشهيره جدا اللي عملها مارتن سوليجمان نظريه اسمها البيرما. والبيرما دي هو بيقول ان الخمس حروف دول هم اختصار لخمس حاجات، لما نكون بنعملهم بنوصل لحاجه اسمها الويل بينج او العافيه النفسيه.